الجيل الكردي الجديد الذي نشأ على ظروف مختلفة تماما من التي نشأ عليها الجيل الذي قبله، هل كنت تخشى أن الجيل الكردي لن يكون بهذا الموقف؟ حقيقة كنت خايف، لأنه الجيل القديم قسم منهم استشهدوا، قسم منهم وصلوا مرحلة من العمر بحيث ما يقدرون يقومون بالواجب. الجيل الجديد ما كان عندهم تجربة، بس خلال أسبوع أو أسبوعين ظهر فيهم أبطال، يعني واحد يفتخر بهم الحقيقة. أبطال. طبعا في الأسبوعين الأولين صدينا الهجوم، بعدين الأسبوع الثالث سوينا استحكامات، يعني عززنا مواقعنا. الأسبوع الرابع قمنا بالهجوم المعاكس، قائد إحدى الوحدات الخاصة قام بهجوم. داعش دزوا سيارة مفخخة، شاف أنه ماكو أي حاجز، أخذ سيارته وراح وقف أمامه، ما خلى السيارة توصل إلى قواته. هو استشهد، ضحى بحياته، بس ما خلى السيارة توصل إلى قواته. هل الولايات المتحدة الأمريكية كانت داعمة بشكل كبير للكرد في تلك الفترة أم كانت مقصرة؟ طبعا قبلها الأمريكان ما انطونا أي شيء، وما ضغطوا على بغداد أيضا أن تفي بالتزاماتها. بس ورا ما صار هجوم داعش، وراها بثلاث أربعة أيام بدأوا يساندونا بالجو، يعني قدموا لنا إسناد جوي ممتاز. الحقيقة صار تحالف دولي، يعني الكل اتصلوا بي، القيادة الأمريكية، الرئيس الفرنسي. طبعا أنا ما أنسى أبدا زيارة الرئيس الفرنسي إلى أربيل في 12 أيلول. أربيل بعدها كانت في خطر، يعني في مرمى محيط أربيل، كان في مرمى مدافع وصواريخ داعش. هو أجا ونزل في أربيل. ألمانيا قدموا لنا صواريخ ميلان ضد الدرع، وهذه غيرت المعادلة. البريطانيين، الدول الأوروبية معظمها، يعني صار تحالف دولي كبير. المملكة العربية السعودية، الإمارات، الأردن، كلهم يعني. جميل. كلهم. وش كان الدور الإيراني آنذاك؟ في الأيام الأولى يعني قدموا لنا ذخيرة ضد الدرع، سألونا ايش نقدر نسوي لكم؟ قلنا لهم احنا نريد. عبد القاسم سليمان اتصل بي. هو اللي اتصل عليك؟ نعم اتصل، قال ايش نقدر نسوي لكم؟ قلت له اذا ممكن تبعثوا لنا عتاد ضد الدرع في الار بي جي وسلاح الدوشكا. الفجر دزوا لنا طيارتين مليانه الذخيره.